4 وصايا لليومين دول: الصلاة، والجدية في العمل، والدعاء، وخدمة الخلق. الصلاة والجدية في الشغل، العمل أو المذاكرة للطالب، أو ست البيت تعمل دورها في التربية والعناية بالبيت، الجدية في العمل، والدعاء، وخدمة الخلق. وكل واحدة فيهم بتساعد الإنسان على إقامة أمر ربنا ودفع البلايا اللي في الدنيا. فالصلاة وصل الروح بالمولى، اللي بتخلي الإنسان دايما متصل بسر قوته وحياته وإحساسه بالسند. والشغل باب الرزق الأعظم، وباب الحصول على المصالح اللي ربنا وصانا نجري عليها في الدنيا، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وخدمة الخلق باب الفرج، إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والدعاء هو باب التيسير الأعظم اللي ربنا أمرنا بيه: ادعوني استجب لكم. يا صباح الخير على احلى اخوات في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا بجد. أنا عارفه ان انا طولت عليكم، بس بجد انتوا وحشتوني جدا. والله العظيم يعني كان الغصب عني فعلا. يعني اولا كده قبل ما ابدا اي كلام في الفيديو، يعني بعتذر منكم عن الغيبه الطويله دي. بس بجد الاحداث زي ما انتوا شايفين كده حوالينا، الاحداث كده غريبه والدنيا كده غريبه والله. يعني والواحد كده متأثر من اللي بيحصل حواليه. فيا رب يا رب يعدي الأيام ده على خير، ويعني ويبارك فينا ويبارك في أولادنا ويبارك في صحتنا. وكمان يا بنات، كان عندي، هقول لكم الوقت واحنا شغالين في الفيديو، كان عندي كده مش عارفة واقفة بغسل المواعين، إذ فجأة كده الطبق اتكسر وجا بقى في مكان حساس في ايدي. فبجد والله الحمد لله، يعني قدر الله وما شاء فعل. يعني الحمد لله الحمد لله ان هي جت على قد كده. لان جه في مكان، يعني لو كنت حتى رحت المستشفى كان هيقولوا ان انا منتحر. انتوا عارفين بالظبط في المكان اللي بيجي ينتحر بيقطع اللي هو الحتة اللي في الايد دي. فبجد الحمد لله ان هي عدت على خير يعني وجت على قد تعويرة بس كده، هي غامقة شوية بس الحمد لله. النهاردة بقى فيديو جديد كده وروتين جديد. بس قبل ما ابدأ الفيديو، عشان لو انتي جديدة ولسه داخلة قناتي، انا اسمي علا، ودي قناتي بقدم روتينات، وصفات طبخ. بقدم اهم حاجة وصفات طبخ اقتصادية، حلويات وحوادق. فاتمنى كده لو محتوى قناتي عجبك، اتمنى كده تشرفيني وتنوريني وتكوني اخت من اخواتي. كمان يا بنات، برحب بكل اخواتي اللي دخلوا جديد معايا. اهلا وسهلا بيكم، شرفتوني ونورتوني. النهارده ان شاء الله بقى فيديو جديد كده وروتين جديد، ان شاء الله كده روتين حماسي كده وتحفيزي. الجو برد وعايزنا كده ايه، نحفز بعض ونحمس بعض. كمان هنعمل وصفة كده معجنات حلوة من لبن جوز الهند اللي انا عملته معاكم قبل كده. فان شاء الله النهاردة كده فيديو حلو كده، فاتفرجوا عليه وما تجروش يا بنات، علشان خاطر ده بيبقى تعب ومجهود، ولما انت بتجري الفيديو للأسف يعني ايه بيقع. حبيت كده يا بنات ابدا الفيديو بمقولة كده مصطفى حسني زي ما انتوا شايفين. يعني هو يعني بيقول لنا الايام دي عايزه ايه، عايزه كده نتقرب من ربنا، وعايزه ان احنا نتقي الله في اعمالنا، وعايزه ان احنا نجتهد كده في شغلنا، سواء انت بتشتغلي سواء انت ربة بيت، تشوفي مصلحة بيتك. وبجد بجد بجد الايام دي بالذات، ست البيت عليها مسؤولية جامدة جدا، خاصة في الظروف الاقتصادية اللي فيها البلد. يعني فعلا فعلا الله يكون في عون ست البيت اللي هي قاعدة في البيت وشايلة على دماغها حاجات كتير يعني بجد. ف ففعلا الايام دي يا بنات عايزانا كده ايه، نكون فعلا نقف وقفة كده مع نفسنا. نصلح من نفسنا لو احنا مثلا بنفكر في حاجة. يعني مش عارفه اقولها لكم ازاي، بس عايزين نقف كده مع نفسنا ان احنا نصلح نفسنا اليومين دول. لان بجد انتوا بين يوم وليله كده الدنيا بتتقلب، الدنيا بتتغير، مفيش حاجه بتفضل مكانها. فبجد لازم اليومين دول ناخد وقفه كده مع نفسنا ونتغير للاحسن. ولان الناس اليومين دول بقت
مش عايزة اقول مش كويسين، بس بجد في حاجات كده انتشرت. يعني ما بدخل اليوتيوب كده ولا ادخل الفيس بشوف حاجات وبشوف ناس بيعملوا حاجات، يعني انا مش عارفة. في ظل اللي احنا فيه وفي ظل الزلازل وفي ظل الحوادث اللي عمالة تحصل، وبجد يعني والله العظيم الاسبوع اللي فات ده آه يعني انا كنت متأثرة جامد، لا عارفة اصور ولا عارفة، مش عارفة يعني. عارفين مش الواحد ما عادش مبقاش عارف يعيش حياته زي الاول من كتر اللي بيشوفه يعني واللي بيحصل حواليه. ففعلا اكتر حاجة يعني هتفيدنا في ايامنا دي او في الظروف دي اللي هي الغلا والحوادث والزلازل والحاجات دي كلها، ان احنا كده نتقي الله في الحاجات اللي احنا مسؤولين عنها، نتقي الله في اعمالنا، نتقي الله في طريقة تفكيرنا، نتقي الله في علاقتنا بالناس اللي حوالينا. لو اتقينا الله يعني فعلا فعلا الدنيا هتتغير وربنا هيلطف بينا. انما بصراحة الوضع الحالي يعني ربنا يهدي الجميع يا رب. ف يا رب يا رب كده يبارك لنا ويعديها ايام على خير يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. معلش يا بنات، انا عارفة كده ان انا يعني ايه جدكوا طاقة ايجابية، بس في نفس الوقت انا اساسا مليانة طاقة سلبية. بس بجد يعني حبيت كده ان انا اقوم اصور وان انا انزل فيديو تاني واشجع كده معاكم واشجع بيكم، عشان بجد يعني لو انت حتى زي في حالة نفسية كده، يعني شوفي حاجة تخرجك من اللي انت فيه. يعني بلاش ان انت تبقي تفضلي حابسة نفسك في اللي انت فيه. فمعلش بقى استحملوني الفيديو ده، وانتوا عارفين اصلا يعني متعودين عليا ان انا اصلا مش بخرج بره نص الروتين او الحاجة اللي انا بعملها. بس حبيت بس كده كلمة مصطفى حسني بس أثرت فيا، لأن أنا الشخصية دي أساسا أنا يعني بحبها، يعني الشخصية دي وبحب أسمعها، وبجد يعني بيفيدني في حياتي الشخصية جامد بنصايحه والحاجات اللي بيقولها. فأنا مستمعة جيدة ليه يعني. ف أثر فيا جدا المقولة بتاعته، وحبيت ان انا احطها كده في بداية الفيديو عشان خاطر انتوا كمان تسمعوها ويعني وتوصل. وحطوا لايك يا بنات للفيديو عشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. انتوا بقيتوا يا بنات بتبخلوا عليا باللايك، ده حاجة كمان مزعلاني. بس لا مش زعلانه منكم ولا حاجه، يعني براحتكم. يعني عايزين تحطوا لايك حطوا، لو شايفين ان انا استحق ان انا احط لايك حطي له لايك. انما لو مش شايفه ان انا لو شايفه ان انا مستحقش ما تحطيش، ما تعمليش حاجه غصب عنك. انا على فكره يعني ايه مش بحب افضل اقول لكم اشتركوا حطوا لايك مش عارفه ايه. انا بحس لان انا كده شخصيا لما بدخل قناه وبلاقيها حلوه انا من نفسي بشترك يعني مش بستنى صاحبه القناه ان هي تقول لي اشتركي او حطي لي لايك. انا لوحدي بلاقي نفسي بحط لايك وبحط وبشترك في القناه دي. فطبعا يعني ايه ربنا كده يصلح الحال. فتعالوا بقى نرجع للروتين بتاعنا النهارده. انا طبعا كده كنت قمت بدري وفتحت الشقة كده. عايزة اقول لكم الجو هوا جامد جدا هنا في اكتوبر، بتراب جامد. زي ما انتوا شايفين كده انا كنست البلكونة كده واديتها مسحة، بس ما ظبطتهاش قوي، يعني مش دي التنظيفة بتاعتي ليها. لان حرام ان انا انضف البلكونة في توقيت زي ده بصراحة. انا مسافة ما بكنسها وبدخل وبرجع بلاقيها ما شاء الله يعني اتملت تراب تاني. فيعني على قد كده بعملها مثلا كل يومين علشان خاطر الغسيل، وبطلع كده الفرشة اللي هي البطاطين واللحاف كده بحطهم يتهووا. فبخاف يجي عليهم تراب كتير يعني من الارض او الارض تكون متوسخة، فببقى اعملها كده كل يومين كده ولا حاجة. فالمسحة دي بتفرق. الموب دي حلوة قوي يا بنات وعملية جدا. كنت خلصت الغرفة وقلت بقى ادخل كده اعمل لهم حاجة حلوة كده واشاركها معاكم. فتعالوا بينا بقى النوع مخبوزات بقى يا بنات، مش قادرة اقول لكم على جماله وعلى حلاوته، والاهم زي ما احنا متعودين ان هو حاجة كده يعني اقتصادية وموفرة. طيب عايزه اقول لك بقى على حاجه. لو انت في المكونات مع نص معلقه لبن بودره، لو عايزه تستغنى عنها استغنى عنها عادي. انا حطاها بس كده ايه يعني تدي طعم او تست او كده.
فهنا انا حطيت الدقيق وحطيت عليه السكر. الدقيق 3 كوبايات والسكر 3 معالق يا بنات، ورشة من الملح، ونص معلقة بيكنج باودر، ونص معلقة من اللبن البودر. وعايزه اقول لكم حطيت معلقه كده كبيره ممسوحه خميره. وهعجن بقى باللبن بتاعنا الحلو اللي انا عملته معاكم المره اللي فاتت بتاع لبن جوز الهند. عايزه تزودوا جوزة الهند، عايزه تضربيها بالهاند بلندر عشان تبقى ناعمه ومش باينه، براحتك خالص. عايزه اقولك بيخلي المعجنات هشه بطريقه غير طبيعيه، كمان بيديها كده لون ابيض. بجد حلوه قوي. اساسا في اصلا يا بنات كده كيكة مشهورة اسمها الانجل كيك، فبتتعمل بجوز الهند، بتبقى كده لونها ابيض شاهق، يعني عشان كده مسميينها انجل كيك اللي هي الكيكة الملائكية. فجوز الهند بصراحة حلو قوي على فكرة يا بنات، استغلوه، هو موجود طبعا في كل بيوتنا، فاستغلوه، ده بيدخل في حاجات كتير ومفيد وطعمه حلو وحلو قوي. وزي ما انتوا شايفين كده كنت عجنت وما ضفتش الزبدة، هضيفها الوقت خلال الفيديو. واخدت كده 3 معالق من جوز الهند وحمصتهم على النار لحد ما غيروا لونهم. عايزه اقول لكم بقى طعم جوز الهند لما بتحمص بيبقى تحفه في الكيكات وفي المعجنات وفي كل حاجه. وبعد كده جبت 3 معالق من السكر البودره، زي ما انتوا شايفين السكر البودره ده لا متكتل ولا محجر ولا اي حاجه خالص، هعمله معاكم ان شاء الله. هتجيبوه كده زي ما تكونوا بتشتروه من السوبر ماركت، عمره ما هيحجر معاكي، علشان طبعا كل سنه وانتم طيبين هنعمل حلويات العيد والحاجات دي كلها مع بعض. فانا كنت يا بنات قاصده ان انا احط السكر البودره على جوز الهند وهو سخن، عشان خاطر السكر كده يغلف جوز الهند كده وتبقى مسكره وحلوه لما هحشي بيها دلوقتي. طبعا كانت العجينه بتاعتي كانت خمرت، انا سبتها طبعا قعدت كده حوالي ساعه. انا بحب كده في الشتاء اسيب المعجنات حوالي ساعه تخمر يا بنات. بعد كده هقسمها كور كده، طبعا زي ما احنا متفقين براحتك خالص من حيث الحجم، عايزه صغير عايزه كبير عايزه وسط، انت براحتك بقى. انا بديك الفكره وانت براحتك. وكمان الحشوه يا بنات، لو عايزه تغيري حشوه جوز الهند والسكر البودره ده، ممكن تحشيها سكر بودره وقرفه. ممكن تحشيها برضو، ممكن تعمليها بس سكر بس، على فكرة ممكن تعملي الزبدة بس بالزبدة بس، وبعد كده بقى بتحط فيها مربى بعد ما تخرج من الفرن، تتاكل بمربى، تتاكل بعسل اسود بعسل ابيض، براحتك خالص. هنا بقى انا فردت كل قطعة كده وهدهنها بقى بالزبدة زي ما انتوا شايفين، هنا استخدمت الزبدة. وهحط كده رشة من السكر وجوز الهند. لو اخدتوا بالكم يا بنات، انا العجينة دي انا ما حطيتش فيها خالص وانا بعجنها اي مواد دهنية. يعني عشان ما تقولوش ان انا حطيت الزبده اللي كانت محطوطه، لا انا ما حطيتش وهي بتتعجن اي ماده دهنيه. الماده الدهنيه بحطها على الكوره كده بعد ما بفردها بس على كده. فعلى فكره تعتبر وصفه اقتصاديه برضو، لان لا فيها زيت ولا فيها سمنه. هي كل اللي انا استخدمته معلقتين كده من الزبده بدهن بيهم كل واحده يعني، او كل قطعه، وخلاص على كده. وزي ما انت شايفة بعملها كده بالطريقة وبلفها زي ما انت شايفة كده في الفيديو. عايزة اقول لكم بقى وصفة خطيرة، اتمنى ان انتوا بجد فعلا تجربوها. طبعا الصيف جاي، كل سنة وانتوا طيبين بقى. طبعا انتوا عارفين بقى تنفع معاكم بقى في المصايف، تنفع معاكم لو راحة نادي الولاد تدريب كده، فبجد حلو قوي مش هتخسر. كمان جنب كوباية شاي الصبح، جنب كوباية لبن للولاد الصغيرين. ووصفة اقتصادية وحلوة. لان انا بجد اكتر حاجة بلاحظها كده وانا قاعدة على الفيس، ناس كتير في الجروبات يعني اللي انا مشتركة فيها، الاقيهم بيكتبوا يعني عايزين وصفات اقتصادية، عايزين نعمل حاجة مش مكلفة، عايزين بدائل، عايزين. فانا بحاول انا باخد الافكار دي ان انا اطبقها في القناة، عشان خاطر اكيد كلنا واحد وكلنا في مركب واحدة وكلنا تفكيرنا واحد. فعلشان خاطر ان انا ممكن يعني افيدكم ولو بمعلومة صغيرة. طبعا كنت كده خلصتها يا بنات، عملت الكمية وهسيبها تاني تخمر تاني، بتقعد حوالي تلت ساعة كده تخمر تاني. قلت بقى افضل الغسالة بتاعتي. بصراحة كانت شايلاني اليومين اللي فاتوا لان ايدي كانت تعبانة وما كنتش بعرف اغسل بقى مواعين ولا كلام ده كله.
عايزه اقول لكم يا بنات والله العظيم الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. يعني عايزه اقول لكم انا كنت واقفه مذهوله، الطبق كان في ايدي سليم، وفجأة بقى يعني بقى 3 حتت كده وفي حتة منهم طارت على ايدي. جت ازاي؟ الطبق اتكسر ازاي؟ ولا اتخبط ولا اي حاجة خالص والله العظيم يا بنات. عشان كده بقول لكم الدنيا مش مستاهلة، ده في ثانية ممكن. انا بقول لكم لو الطبق ده كان القطعة اللي جت على ايدي دي كانت بس غمقت شوية او دخلت ايدي كمان شوية صغيرين كان فاتني خلاص، يعني رحت. فالحمد لله، يعني انا بقول الحمد لله يا رب. دي مش ستر علينا يا رب، والنعمة والصحة والله العظيم عايزة اقول لكم كان مأثر عليا جامد اليومين اللي فاتوا. ولا بعرف بقى طبعا اغسل مواعين، ولا بعرف اعمل حاجة، ولا يعني مكان كده عارفين رخم يعني. وطبعا لما بتبقى شادة عليا وبتوجعني فمش بعرف اعمل حاجة. فالحمد لله كده كان الغسالة يعني ساعدتني الفترة اللي فاتت، فكنت يعني ايه معتمدة عليها اعتماد كلي. فقلت كده وما زلت بصراحة ما زلت لسه معتمدة عليها، لان برضو لسه ايدي برضو مش انا مسرعة الفيديو فمش باين ان هي يعني ايدي برضو ايه يعني ضعيفة او لسه بتبقى بتوجعني كده. فالحمد لله رب العالمين. ان شاء الله كده يا بنات الوصفات اللي انا هنزلها واحس كده ان هي كويسه وهتفيدكم يعني وان هي اقتصاديه، هحطها كده، هبقى انزلها فيديو لوحده علشان خاطر اللي عايز يرجع لها تاني بدل ما يقعد يدور عليها في وسط الروتينات. وكمان انا عارفه ان في ناس مش بتحب يعني تتفرج على الوصفه في الروتين، او يعني ايه، يعني في ناس بتحب الروتين بس مش بتحب تشوف الوصفة. انتوا فاهمين قصدي؟ فعلشان خاطر ما ظلمش الوصفة او ان هي فعلا ممكن تفيد حد تاني، ما هو مش كلنا تفكيرنا واحد. فهبقى انزلها لكم ان شاء الله كده ايه فيديو منفصل، لان طبعا رمضان باذن الله كل سنة وحضراتكم طيبين قرب، وهنعمل وصفات مع بعض كتير. طبعا انتوا عارفين بقى رمضان بقى والوصفات والحلويات. فان شاء الله الوصفات دي هنزلها لكم في فيديوهات منفصلة، علشان خاطر حتى لو انتوا حابين ترجعوا للوصفة تاني تلاقوها بكل سهولة بدل ما تفضلوا تدوروا في الروتين. لان انا نفسي ما بفتح القناة بتاعتي كده ابص كده على الفيديوهات بحس ان كلها واحد. انتوا فاهمين قصدي؟ فمن كتر الغلاف ومن كتر العناوين بتاعة الروتين بتبقى تقريبا واحدة. مع اني يا بنات عايزه اقول لكم انا بعاني في حوار العناوين دي والله العظيم من يوم ما فتحت القناه وانا مش عارفه اكتب عنوان للفيديوهات ده. يعني بصوا، اسهل حاجه ان انا اصور، وبعد كده بيقابلني المشكله الكبيره ان انا اسجل، والمشكله الاكبر عنوان الفيديو. عايزه اقول لكم يعني حاجه بصراحه، بس والله يعني كل مره ربنا بيسهلها يعني. كنت كده خلصت يا بنات المطبخ الحمد لله. زي ما انتوا شايفين كده انا كان اصلا اليوم ده عندي اكل اساسا من اليوم اللي قبله، عشان كده بقى كنت بشتغل براحتي وكده. كنت عامله اليوم اللي قبله محشي وكده، فحرام يعني طبعا اعمل يومين اطبخ اليوم التاني وانا عامله محشي يعني. فقلت لا يعني اريح اليوم ده وفي محشي الحمد لله، ربنا يديمها نعمه يا رب علينا ويرزقنا الستر والصحة. قلت بقى ايه اشتغل براحتي ويكون يعني خلصت بقى المطبخ وخرجت كده. الصلاة كانت عايزة تتكنس، وقلت عقبال بقى ما العجين يخمر وكده هبقى اروح بقى اشغل عليه. فطبعا بنسخن الفرن يا بنات قبل ما بتدخلي الفطاير بتاعتك دي، وعلى درجة حرارة من 180 ل 200 على حسب الفرن بتاعك، وبعد كده تديها وش من فوق بالشواية. شوفوا بقى عامله ازاي، والله العظيم زي السفنجه زي القطنه، حلوه جدا وطعمها احلى واحلى. اتمنى كده يا بنات فيديو النهارده يكون عجبكم، وما تزعلوش مني ان انا بتاخر في الفيديوهات. انا عارفه ان انتوا حبايبي وانا حبيبتكم، ويا رب يا رب كده يديم علينا الود والمحبه. ولو انت جميله بقى وصلت معايا لهنا اتمنى كده تدعميني باللايك، ولو انت جديده معايا وعجبك شغلي اتمنى كده تدعميني وتنوريني وتكوني اختي من اخواتي. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.